بما ان كل الاماكن بقت بتقفل الساعه 9 فانا جايب لكم مكان حلو قوي. ده كمان بيقفل الساعه 9 عادي. اقصد قعده حلوه في النهار، وده مكان جديد بيقدم ايطاليان كوزين وفرنش بيكري وسبيشاليتي كوفي. وطبعا هبدا باكتر حاجه بحبها وهي البيتزا. اول حاجه هنجربها الديابولا. العجينه حلوه قوي، الصلصه تحفه بس دي اللي بيحب السبايسي. خطيره. تاني حاجه هنجربها الكابريتشوزا، يعني عليها تركي مدخن ومشروم، فيها بصل كمان. عامه ما بحبش المشروم على البيتزا، بس دي كمكونات مع بعض تحفه. جرب كمان الباستا، ودي فوتوتشيني مع تشيكن ومشروم. بصوا كواليتي كل حاجه حلوه قوي، بس كذوق شخصي هي ناقصه ملح. ندوقها تاني بعد الملح. بيرفكتو ريجاتوني كاربونارا. وهنا ميكس خطير بين البيف بيكن والجبنه بارميزان. الباستا هنا بتتعمل هوم ميد، فده مخلي الكواليتي خطيره. الاثنين حلوين قوي، بس دي عجبتني اكتر. شكل الديزرتس عندهم رهيب، كنت محتار اجرب ايه ولا ايه، بس اكتر حاجه رشحوها لي الكرواسون. بيريز مع تقريبا صوص بيستاشيو. خلينا نجرب. واو طعمها تحفه يا جماعه، الكرواسون خطير. دي دانش بالبلو بيري، محشيه من جوه بلو بيري وكريمه. هي الكريمه بتاعتهم مخليه الحاجات طعمها حلو قوي، بس دي ولا الكرواسون في حته ثانيه. اكتر حاجه شكلها كان محمسني فستقيه وجواها كريمه فستق. طعم الفستق فيها قوي قوي. دي اكتر واحده عجبتني في الاشكال. من احلى الاماكن اللي رحتها في الكوربه، والمكان ده اسمه جولدن كراست. جربوه قولوا لي رايكم.